السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد فيصل في فيديو جديد. مقدمة سريعة بالنسبة للناس اللي ما عارفة، في بنت في اليوتيوب اسمها شهد عماد، تسكن في أمريكا. البنت دي زيها زي كثير من البنات في اليوتيوب، تعمل ميك اب توتوريالز، حجاب توتوريالز، حاجات كده يعني بناتية في اليوتيوب، وفي كثير من البنات يتابعوها. البنت هذه طبعا كانت تلبس حجاب، فجأة قررت إنها تطلع الحجاب، فعملت ضجة في اليوتيوب. أنا شخصيا ما كنت متابع للقناة يعني في الفترة الأخيرة، لكن شفت بعض الفيديوهات تكلمت عن هذا الموضوع، ولقيت الموضوع انترستنج ومهم إن نتكلم عنه، فقررت إني أعمل هذا الفيديو المهم. وأنا أتمنى منكم يا شباب إنكم تشوفوا الفيديو إلى النهاية قبل ما تعلقوا أو تكتبوا حاجة، لأنه أنا أي فيديو أعمله أرد فيه على فيديو تاني أو أرد فيه على شخص صراحة أدعف فيه، لأنه إحنا لما نتكلم عن الناس التانيين لازم نكون عادلين في الكلام، ما ممكن نقول أي كلام ما زي أي فيديو، فأي بارت أي جزء من هذا الفيديو هو مهم. خلينا يلا ندخل في الموضوع. أول رسالة أنا أريد إني أقدمها في هذا الفيديو هي رسالة لنا إحنا، رسالة لكل المتابعين للخبر ولكل الناس اللي علقوا، لأنه صراحة أنا شفت الفيديو وشفت التعليقات تحته، كان في تعليقات جدا ما في مكانها. يا شباب احنا لازم نحسن الظن بالناس. اي شخص تشوفه قدامك عمل شيء خطأ، عمل شيء انت تشوفه حرام كده، لازم اقل شيء، اقل هدية ممكن تقدمها لهذا المخطئ انك اولا في قلبك تحسن الظن به، قبل ما تتخذ اي قرار، قبل ما تقول اي كلمة، قبل ما تعطي اي نصيحة، نظف قلبك، خليك انسان، شخص، انسانة تحسن الظن بالناس. لما تحسن الظن بالشخص المخطئ دي كده أول خطوة بتساعدك إنك تتخذ القرار الصح معه، تتخذ النصيحة الصح، تتخذ التعليق الصح من غير ما تقول كلام جارح، كلام ما في مكانه. وصراحة كثير من الناس بتبعد عن الملتزمين، لأنه الملتزمين دائما يشككوا فيهم، دائما يسيء الظن بهم. الشيء الثاني يا شباب، إننا مفروض نتعامل مع المشاكل على حسب قدرها، ما مفروض نكبر منها. مثلا في الفيديو هذا اللي شهد قررت انها تنزع فيه الحجاب، انا شفت واحد من التعليقات يقول كل بنت تضع ثم تنزع الحجاب تعتبر مرتدة عن الاسلام. شوف الموضوع كيف بقى كبير، وصل الى موضوع الردة عن الاسلام. لا، شيء كبير جدا هذا مقارنة بموضوع الحجاب. الآن بالنسبة لشهد، أول حاجة إحنا عاوزين نشكرها إنها صبرت كل هذه الفترة بالحجاب. هي قالت إنها كانت لابسة الحجاب لمدة 2 وبقرارها، وده شيء جميل جدا إنه الواحدة تلبس الحجاب بقرارها، ما فقط لأنه المجتمع، ما فقط لأنه أهلها قالوا البسوها، لكن هي نفسها بقناعة منها لبسته، وده شيء جميل فتشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها خيرا أنها صبرت كل هذه الفترة بالحجاب بالرغم من العنصرية وكل المشاكل اللي كانت تمر بها. وبرضه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل البنات اللي يمروا بمثل هذه المشاكل وبعد كل هذا هم صابرين على الحجاب. انا عارف ان الموضوع ما هو ابدا سهل، ما زي كثير من الاولاد اللي يفتكروا انه لبس الحجاب شيء عادي وشيء سهل، لا، كثير من البنات يلاقوا كثير من المضايقات بالحجاب. اما عن سبب نزعها للحجاب فطبعا السبب ما كان مقنع ابدا، اللي هو كان برضو العنصرية ونقد الناس وكده. خلينا ننتقل للفقرة الثانية اللي هي ذكرت فيها أن هي ما مسؤولة إنها تبرر، ما مسؤولة إنها تعطي أسباب تانية. شوفوا، أي واحد يقرر إنه يكون شخصية عامة، شخصية مشهورة، public figure، لازم يعرف إنه الناس حتقتدي به في الشيء اللي هو يعمله. إذا كنت داعية إسلامي لازم تعرف إنه الناس ستقتدي بك إسلاميا، والخطأ منك الناس حتاخده كشيء كبير ممكن تهتز بهم ويعني يأثر فيهم. إذا كنت رياضي لاعب كورة الناس حتقتدي بك سواء كان في أخلاقك أو طريقة لعبك، وأي خطأ منك قد يؤثر في متابعينك. كذلك الآن عالم اليوتيوب، لكن للأسف كثير من اليوتيوبرز لسه ما فاهمين هذه النقطة، هي إنك بتأثر على متابعينك. فالخطأ اللي انت تعمله الآن ومعاك متابعين ما هو نفس الخطأ اللي انت كنت تعمله وما في واحد يعرفك. فإذا الشخص المنشور قرر انه يتخذ قرار كبير زي كده لازم يبرر، لازم يعطي أسباب كثيرة، لازم يفهم الناس ليه متخذ هذا القرار، أو انه يستحمل ردة الفعل اللي تجي من الناس والضغوطات والتعليقات، وفي النهاية تؤدي على انه يخسر كثير من متابعينه. وهنا تأتي رسالة الثالثة والأخيرة،
وهي للناس اللي يقتدوا عادة بالمشاهير. دائما خليك عارف وخليك عارفة إنه المشاهير ما هم إلا بشر، ممكن يغلطوا، ممكن يتخذوا قرارات غلط، لكن فقط لأن المشهور أخذ قرار غلط ما معناها إنك أنت أو أنت ممكن تتخذ نفس القرار. فقط لأنك تحب شخص ما معناها إنك تتنازل عن مبادئك وتقلده في كل شيء يعمله. دائما تذكري إنك أنت مسؤولة أمام ربك، أنت ما هي ولا هو. ولو العالم كله عمل الخطأ وأنت عملت الصح ستجازى عليه، لو عملت الخطأ مثلهم ايضا ستجازى عليه. ونفس الشيء بالنسبه للاولاد، اذا شفت يوتيوبر، شفت شخص مشهور عمل حاجه خطا ما معناها انت برضه ممكن تعمل نفس الخطا. اذا لبس ملابس ما هي في مكانها، لبس اشياء، كلمات، قال كلمات ما هي في مكانها، ما مفترض انك تقول نفس الكلمات. واذا انت فعلا تريد او انت تريدي انكم تقتدوا بشخص، الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فإذا جعلناه قدوة احنا حنعرف الكلمات اللي مفترض نقولها والكلمات اللي ما مفترض نقولها. هل الحجاب مفترض اننا نلبسه او ما مفترض اننا نلبسه؟ دي كان نهاية الفيديو. تكلمت عن هذا الموضوع الخطير المهم. اتمنى انه الرسائل هذه البسيطة تكون وصلت للجميع، وان شاء الله كلنا نستفيد منها. دائما نتذكروا اننا نحسن الظن بالناس وما نكبر المواضيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق للجميع. كان معكم محمد فيصل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا عادة أنا بقول لكم يعني اشتركوا في القناة وأعملوا لايك وكده، لكن في هذه الفيديوهات زي مثل هذه الفيديوهات أنا ما أحب إني أقول كده عشان الناس ما تقول أنا استقل الدين عشان أكبر القناة أو كده. لكن لو عايز تشتركوا يعني اشتركوا، يعني حاجة ترجع لكم. لحظة قبل ما نخلص الفيديو، هنا ده الفيديو أنا عملته قبل فترة عن الفرق بين الشاب الملتزم والغير ملتزم، أيضا برضو يدخل فيه طبعا الشابة. ادخلوا عليه شوفوه، وأنا متأكد إن شاء الله هتستفيدوا منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.